انظر إلى الذين ينافسون الرئيس، ليش طول وليش فوق الكرسي وليش يا سبحان الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اطلب رحمة الله خير لك من الدنيا وما فيها. ما معنى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؟ أيوة تفضل، هذا مسخر لهذا وهذا مسخر لهذا وهذا يحتاج لهذا وهذا يحتاج لهذا. ليس من السخرية الذي هو التكبر على الناس، لا، وإنما الناس مسخر بعضهم في خدمة بعض. الملك يحتاج إلى من يخدمه فاستفاد الخادم، يحتاج إلى من يكتب له استفاد الكاتب، يحتاج إلى من يبني له استفاد البناء، إلى من يسوق به استفاد السائق، وهكذا. هذا مستفيد من هذا وهذا مستفيد من هذا. نعوذ بالله من الحسد. لا تتبعن سنن من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني إلا هم. واليهود حسده وهؤلاء قلدوهم أصيبوا بالمرض الذي في أولئك. لا تتمنى زوال النعمة، لا تتمنى زوالها عن أخيك المسلم، فضلا عن أن تعمل على أن تزيلها منه. مجرد التمني ما يجوز لك تتمنى في قلبك سرا. الله أعطاه وأنت الله قادر أن يعطيك من فضله وكرمه وجوده، إما من جنس هذه النعمة وإلا من نعم أخرى. فضل الله واسع. مرض في القلب وهم يقولون الفساد وعملكم ما هو الآن، إيش سويتم؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. طيب إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم فاصلة، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم، أو بأموال أو بأبدانهم أو بمجتمعهم. ضروا العباد والبلاد والمجتمع والأموال والأبدان والأرواح. فهكذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرتكب ما هو أنكر. هكذا الذي يريد إصلاح الوضع يخرب ما بني. الله أكبر. الله كيف تنطلي هذه الأمور على الناس. نسأل الله العافية والسلام. سلالة قتلت عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ناس قتلوا عثمان، إيش تريد منهم؟ أتريد منهم أن يتحاشوا عن قتل المسلمين في هذا الزمن؟ أسلافهم قتلت عثمان وقتلت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. انظر كيف وقتوا القذيفة إلى المسجد، إلى الصلاة، إلى الجمعة، إلى الخطبة، إلى إقامة الدين، إقامة الشعائر. ما وجهوها إلى المخمارة. يعرفون أنهم يصلون يعبدون الله. نبرأ إلى الله من هذه الأعمال الشنيعة، نبرأ إلى الله. من رضي فعلهم يلحقه من الإثم كأنه شاركهم، حتى لو كنت في بيتك ولكن أنت مرتاح لعملهم إثمك مثل إثمهم تماما، كما جاء في الحديث قال فهم في الإثم سواء، في الوزر سواء. هذا منكر عظيم يجب أن ينكر، منكر عظيم والله يجب أن ينكر. وباسم الدين قتل وقتال في تعز. فوق هذا الله أكبر يصيحون الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى الواقع إيش حصل في تعز يوم الجمعة الماضي. تفجيرات، قتل، تدمير. فوق هذا يكبرون. تكبر أنت إيش؟ أنت فتحت القدس، فتحت فرنسا، أنت في تعز، أنت في اليمن، يمن الإيمان. الله أكبر على إيش سويت؟ الله أكبر على إزهاق الأنفس المحترمة. هذا هو داب الخوارج في كل مكان. يقتلون علي بن أبي طالب ويقولون الله أكبر انتصر الإسلام، ويقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول الله أكبر انتصر الإسلام. انتصر الإسلام بقتل المسلمين وبقتل الصحابة. يعني أصبحنا ما عندنا عقول إلى الحد هذا. إيش من عقول هذه وإيش من دين وإيش من فهم؟ أمراض في القلوب يلبسونها بلباس الدين، وأمراض في القلوب. ما في احتكام للدين، احتكام للكتاب والسنة. اقرأوا عن الخوارج. أنا أطلب منكم أن تقرأوا عن الخوارج وانظروا ماذا فعلوا بالإسلام
وبالمسلمين على ممر الزمن. اقرأوا عن الخوارج واقرأوا عن الروافض ماذا فعلوا بالإسلام والمسلمين. خوارج وروافض، وأول خارج يخرج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول حي يقسم الغنائم في حنين، لك أول خارجي بدأ، وهؤلاء من سلالة. وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام معترض على رسول الله: اتق الله إنك لم تعدل في القسمة منذ اليوم، إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. يقال هذا لرسول الله؟ لرسول الله يقال هذا؟ أعوذ بالله. اتق الله، اعدل في القسمة فإن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباح ومساء. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعهم، يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فعلا سلسلة. أنتم عارفين تعز بلاد إسلام، ما هو بلاد أصنام. تعز ما هي بعيدة عنكم ولا صنعاء، الحمد لله بلاد إسلامية، الصلاة قائمة والجمعة والجماعة والقرآن والذكر، مسلمون في تعز في صنعاء. إيش هذا الخبر؟ هذا الآن تكفير المسلمين، وأنهم يستحقون القتل والقتال. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا تكفير للمجتمعات الإسلامية اليوم في اليمن وغدا في مكان آخر وأنت ماشي. هيجان تكفيري وخارجي، هيجان الخوارج وهيجان التكفير، قتل وقتال في ليبيا، في تونس، في مصر، في سوريا، في اليمن. ما هم راضين عن أحد، لا في السعودية ولا في غيرها. من السعودية إلى عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب، ولا هم راضين عن أحد إلا أن تكون تكفيري منه مثلهم، تكفيري خارجي، فهنا أنت منهم وإليهم. أما أنك ما تسب حكام المسلمين ولا تكفر ولا تضلل ولا تفسق ولا شيء، ما هم راضين عنك. الله فضحهم وأظهر عوارهم، هم والروافض من قبلهم في صعدة، وأنتم تعرفون، رصاصة في القلب ورصاصة في الرأس، ويضللون الناس الموت لأمريكا، موت لأمريكا وأنتم هنا في اليمن تقتلون المسلمين. تضليل، يضللون الناس ويخدعون الناس، كما قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ونفس الكلام فعلوا في مكة أيام المظاهرات الإيرانية في أيام الحج، قتلوا وحرقوا ودمروا وكسروا وهم يقولون الموت لأمريكا في مكة المكرمة وفي المدينة أيام الحج. موت لأمريكا، الموت لليهود، والتقتيل للحجاج في البلد الحرام، وهنا الموت لأمريكا والتقتيل للمسلمين في البلد الآمن بلد الإيمان. مخادعة من الروافض ومن الخوارج. أما الاشتراكيون فمعروفون في ضلالهم، لكن الكلام على من يتلبس بالدين، روافض وخوارج، قتل وقتال في اليوم الحرام، يوم الجمعة أول يوم من رجب من الأشهر الحرم، في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في المكان مكان العبادة، يموت من المات قد يكونوا 5000، ما هم مفكرين في أحد. على العلماء أن يتقوا الله وأن يبينوا خطر الخوارج وخطر الروافض على الأمة الإسلامية، خطر عظيم. انظر كم من تفجيرات في داخل صنعاء وفي داخل تعز وفي أبين. أين أنتم؟ ما عرفوا الخارطة ولا إيش؟ لا يعرفون الخارطة، فاهمين أنهم في يمن الإيمان عارفين، لكن هذا مقصود، وهم يريدون هذا من زمان، في عقيدة ما هي بنت اليوم، عقيدة قديمة للخوارج وللروافض، لكن ينتظرون الوقت. تركوا المساجد يوم الجمعة ويذهبون يصلون في الحديقة معتصمين على إيش؟ الاعتصام يكون بالدين بالكتاب والسنة، ما يكون بالبدع والضلالات، ولا يكون اعتصام على قتل المسلمين. يصلي الجمعة ويخرج يقتل، صاروا الجمعة وخرجوا مظاهرة يقتلون ويضربون ويكسرون. هذه الآن ثمرة الصلاة، ثمرة صلاة الجمعة هو هذا التكسير والتقتيل. ومن مات على هذه الحالة عندهم شهيد عليه، شهيد على نفسه بالبدعة والضلالة، شهيد على نفسه بالبدعة والضلالة. من مات وهو مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. الفائدة لم تنتهي، غدا إن شاء الله نكملها من حيث وقفنا. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.